حرفيا شركة ريلمي داخلة بالموبايل ده تنافس كل الشركات. فريلمي 11 برو بلس موبايل متوحش. فكمل الفيديو للنهاية لو حابب تتعرف على الموبايل ده وتعرف مميزاته وعيوبه. ومن غير ما وقت كتير يلا بينا نبدأ الفيديو. خليني اكلمك على اول حاجه، التصميم المجنون. شكل الموبايل جاي الكاميرات مدوره كده، وجاي الخط اللي بالطول كده منفصل عن لون الموبايل اللي هو لونه اورنج او لون الموبايل اصلا ابيض، والموبايل جاي مصنوع من الجلد، فصباح الفل خامات تحفه. بالنسبه لي انا التصميم ده ياخد 10 من 10 يعني. وخليني اكلمك على الشاشه هنا جايه بدون حواف اطلاقا، حواف من اقل ما يمكن، وعندك الهول بانش الصغيره جدا، وعندك تصميم شاشه سيمتري بكل يعني ما تحمله الكلمه من معنى. والشاشه اكيد ايموليد، فهتاخد الوان تحفه وفول اتش دي بلس، فصباح الفل يعني شاشه خرافيه. وحجم الشاشه دي 6.7 انش. وتعالى اكلمك على الاداء هنا انت عندك معالج الدايمنسيتي 7050، والمعالج ده تحفه، ففي السكرولينج هيديك اداء رهيب ومش هيعلق معاك، وبتطلع من التطبيق بتدخل في التاني فعادي صاروخ. واجهة ريلمي سلسة جدا، فتجربة استخدام ولا اروع. وتعالى اكلمك عن المساحة. الموبايل ده جاي بثلاث نسخ، النسخة ال 256 دي اقل نسخة، ونسخة 512، ونسخة 1 تيرا بايت. والموبايل ده جاي بنظام تشغيل اندرويد 13. وتعالى اكلمك على الكاميرات. انت عندك هنا 3 كاميرات خلفيه، والكاميرا الاساسيه 200 ميجا بكسل، وعندك كاميرتين تانيين، واحده 8 ميجا بكسل وواحده 2 ميجا بكسل. انما الكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل. والكاميرا هنا بالمعالجه وبالتفاصيل اللي بتطلع فيها صور هتاخدها تنزلها على السوشيال ميديا على طول، فبدون اي ايديت اصلا. يعني هتاخد صور من الموبايل ده كويسه جدا. وحتى الكاميرا الاماميه السكين تونز فيها تحفه، فصور ونزل على السوشيال ميديا على طول يعني. وتعالى اكلمك على البطاريه في السريع. البطاريه هنا 5000 ملي امبير، وهتديك اليوم يعني هتحتاج تشحنها في اخر اليوم كده، ولكن هي بطاريه ممتازه يعني، فلو مش هتضغط عليها ومش هتتقل في الاستخدام يعني هتكمل معاك اليوم عادي. لكن لو انت استخدامك تقيل زي حالاتي فهتحتاج تشحنها في اخر اليوم يعني. واخيرا تعالى اكلمك على السعر. سعر الريلمي 11 برو بلس لاقل نسخه اللي هي 256 بيبدا من 15000 جنيه. و15000 جنيه دي خلاص بقت الفئه المتوسطه بقى، يعني في العالم اللي احنا فيه حاليا وسط الاسعار الخزعبليه دي 15000 جنيه دي فئه متوسطه، اللي زمان كانت بقى 7000 وزمان. فبس كده رأيي في الموبايل ده، موبايل تحفة من شركة ريلمي، والمميزات اللي فيه جاية خرافية وبتنافس بقوة. فأنا الموبايل ده بس عيبه الوحيد إنه بيسخن في تجربة الاستخدام، هتحس إنه بيسخن معاك، فغير كده ما قابلتش معاه أي عيوب إطلاقا. فبس كده اعمل لايك عشان نشوف كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، واعمل سبسكرايب في القناه لو عجبك المحتوى بتاعي، وفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده اول باول، ويجي لك اشعار من كل فيديو جديد ننزله. فبس كده، سلام.